شكرا جزيلا لك زميلي خالد ياسين، والشكر موصول أيضا للضيفين العزيزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا اينما كنتم مشاهدي الافاضل، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب الكامب نو مع ديربي برشلونه بين الاسبانيول والبارسا، وبالبحر البارسا والاسبانيول في محاوله لتعميق الفارق على اتلتيكو مدريد. اليوم هو 10 نقاط بالنسبه للبارسا على اتلتيكو مدريد، البارسا التي ستلعب 3 مباريات هامه جدا خلال هذا الاسبوع، طبعا بدءا بهذا اللقاء امام الاسبانيول، ثم التنقل لمواجهة فياريال، ثم استضافة نادي اتلتيكو مدريد الملاحق المباشر. فريق الاسبانيول صعب عليه شوية طبعا بعد اصابات وبعد تعثر منتخب بلاده في مدريد امام ميسي. راح ميسي، دخل ميسي، كرة خطيرة، سواريز، واول كرة صعب يمر، ما زال عنده الكرة، كوتينيو يرجع لجوردي ألبا مرة ثانية، ألبا بالعقب لكوتينيو، كوتينيو سواريز من امام بيدروسا، سيميدو ما زال يلعب فيها العمق، كرة خطيرة، سواريز والدفاع يتدخل، ذلك يلعب مع كوتينيو على الجهة اليسرى، كوتينيو وجوردي وسواريز يحاول يمر ولكنه لم يمر مع جوردي ألبا. هاي الكرة لسواريز، انطلق لويس سواريز في المراوغة، سواريز يبحث عن احد الرفقاء، يفضل الكرة البعيدة الرائعة، وما زال اللقطة الأولى في محاولة المراوغة هنا من أمام مارك بابا ليو ميسي باليمنى، وميسي راوغ جول. أول كرة صعبة وخطيرة لبرشلونة، خرج كالقط خلف المدافعين تاع إغليسياس، وبيكي في التغطية يتفوق من أمام إغليسياس ويلعبها مع مارك أندري تير شتيغن مباشرة. رونالدو تسترجع الكرة، ما زالت الخطورة لصالح عناصر الإسبانيول، وراكيتيتش لسيميدو، راكيتيتش يبحث عن ليو، يجد سيميدو، ولويس سواريز، راكيتيتش يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، هيلو والدفاع، وميسي جاه واحد، صعب انك تستمتع. كوتينيو يلحق على الكره هذه قبل ما تخرج ويستفيد من تمام الخلف، يرجع يلعبها مع لونجلي، وبعيدة الكره هذه راحت سهله ضمن مع ميسي وسواريز. ميسي مره ثانيه لسيميدو مره اخرى، سيميدو يلقى من هنالك من سانشيز، يبحث عن هنالك التوزيع في القائمه الثانيه، كره خطيره إغليسياس وخطيره، ميسي ترجع لليو، راكيتيتش يبحث عن سواريز، بابا رائعه على طول سددها ايفان راكيتيتش بيمنى على يمين الحارس دييغو لوبيز، كاد ياتي الجول، تسديده رائعه جدا. جوردي ألبا وصلته على الجهه اليسرى، دخل جوردي ألبا من عند كوتينيو، ارضيه خطيره، كوتينيو او سواريز، جوردي ألبا يلعبها من هنالك مع ارثور، يرفع كره ارثور، ولونجلي على الجهه اليسرى لبيدروسا، كره خطيره وصعبه لصالح عناصر الاسبانيول. كوينز بارك رانجرز لفترة قصيرة، الكرة في المخالفة، جراني هذا اللاعب الصيني ولي، طبعا حديث الصينيين اليوم. سيميدو، راكيتيتش مرة ثانية، راكيتيتش سيميدو، والتغطية الرائعة من هنالك، ما زال عنده الكرة، ميسي يلعبها لسيميدو، خطأ يقول دقيق جيدا في تنفيذ هذه المخالفة الصعبة كثير، ليو ميسي، دييغو لوبيز رائع، كاد ياتي الجول، راح يمر كوتينيو سواريز، كاد يلحقها، راح ميسي في المراوغه، ميسي ما زال، ميسي وكوتينيو، والحكم يرجع ويصفر. ليو ميسي يستعد لتنفيذ هذه المخالفه، ليو ضربه كره خطيره، التوزيع رائعه من فيكتور سانشيز، وركنيه يقول حكم المباراه. ليو ميسي عيد الكرة، رجعت لبوسكيتس مرة ثانية، بوسكيتس، ميسي متسلل، لا، والحكم يقول ضربة مرمى لأنه تسلل مكسر هنا، أو جات الكرة من الخلفين. لونجلي يتفوق وما زالت الخطورة في خطأ. جوردي ألبا لبوسكيتس، والكرة البعيدة، وديكو بدخل جوردي ألبا، كرة خطيرة يطلبها سواريز، رونالدو كوتينيو، والكرة الإسباني هذا الموسم من دون أهداف. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين. مشاهدي الأفاضل، سلام. زميلي خالد ياسين وضيفيك سيكون لديكم الخط بعد لحظات، تفضلوا مشكورين. شكرا لك حفيظ. شوط أول بلا أهداف مع محاولات من كلا الطرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدي الافاضل، اهلا وسهلا. يدخل سيميدو، كره خطيره. سيميدو جورديو سواريز، ميسي، كوتينيو، سواريز وضاعت الكره هذه وراحت سهله لعب راكيتيتش. يلعبها مع ليو ميسي، جوردي ألبا والكره. كوتينيو مع جوردي ألبا ونالدو يدخل. نالدو كوتينيو، تغطية رائعة. كنت أتحدث منذ حين عن دفاع البارسا المتماسك ايضا في الجهه. كوتينيو مازال، كوتينيو يبحث عن ليو ميسي، سواريز والكثافه محاصر من الانجلي إغليسياس، والانجلي إغليسياس كره بينيه ميليندو في الوسط. راكيتيتش ليو استلمها ميسي مازال ميسي يدخل. اول تغيير نيون لم يعد موجود في الاسواق. كوتينيو في المراوغه، كوتينيو يلعب على مالكوم، ديغو لوبيز مرة ثانية ينقذ مرماه من كرة جول. كوتينيو هيل الكرة لسواريز، كوتينيو. ميسي يلعبها من هنالك في اتجاه كوتينيو مع راكيتيتش، وصلت لجوردي ألبا، رونالدو وكوتينيو، الكرة عالية. محاصر يجد ميسي، راح سواريز، ميسي المخالفة. بيز ميسي بابا جول. ليو جول. يا له من جول، الهدف رقم 30 للأسطورة ميسي أمام الإسبانيول. حطها في الجول، اللاعب كاد يصطدم بالحارس وجاء الجول، ارفعها فوق الجدار. على صعوبتها وعلى تعقيدها تمكن ليو. الملعب الكامب نو كله ليو جول. الارجنتينيون في هذه اللحظات ايضا يتحسرون على ليو ميسي، ما يفعله في البارسا وما يفعله في الارجنتين، بل ضد مرماه وسجلها. نعم، فيكتور سانشيز هو الذي سجل ضد مرماه. عجيبه هذه الكره فيكتور، عجيبه. مش عارف وش حبيت تعمل انا في هذه الكره. ممكن اللاعب نتاع البارسا اللي حط يده غطى عليه الاتجاه. غريبة عليك. خطيرة الدفاع. سواريز، مالكوم ميسي، بابا جول. خرج الساحر، خرج الماهر، خرج البارع. ليو ميسي بيسرى يحطها في الجول. من مخالفة يسجل، من داخل منطقة العمليات يسجل، من خارجها يسجل، بالراس يسجل، من بعيد يسجل. الكل في تحية معتادة لجماهير الكامب نو لليو ميسي، جوهرة كرة القدم. نعم، ليو حطها في الجول ويسجل ثنائية.